وهانتوما كتشوفوا معايا هادو هما الفطائر اللي درتهم لكم بمناسبه شهر رمضان. تيجيو خفافين وتيجيو هشاش وبنان وكيجيو بواحد الطريقه واش كيجيو زويون يعني بزاف هكا لوليداتكم تفرحوهم بهم بواحد الحشوات يعني مختلفه وزوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله هاد الطريقه هذه تعجبكم وتجيو معايا وتشوفوا المقادير والطريقه كيفاش خدمتهم. ومرحبا بكم مره اخرى. فاذا على بركه الله كما كتشوفوا معايا هذه هي المقادير. عندي كيس ديال الخميره وعندي كذلك كيس ديال الفاني، عندي 2 بيضات، عندي كاس ديال الحليب ديال العنبه، وكذلك عندي واحد شويه د الملحه وواحد الياغورت هكا بالمذاق ديال الفاني، وكذلك عندي 2 معالق كبار ديال الزبده. اذا الطريقه سهله وبسيطه كما غتشوفوا معايا. غادي ناخذ 2 بيضات ديالي كما غتشوفوا معايا، غادي نطربهم مزيان. بالنسبه للطحين انا هنا اولا الدقيق غادي نشوف على حسب الكميه اللي غادي تجمع لي ديال السوائل. وهنا كذلك ضفت واحد نص كاس ديال الزيت نباتيه، انا ما قلت لكمش المقادير. اذا دائما السوائل هي اللي غادي تحكم لي الطريقه او المقدار عفوا اللي غادي ندخل ديال الطحين. هنا ضفت الخميره كما كتشوفوا، دائما تنطرب كل شيء مزيان. وغادي نضيف واحد الخنيشه ديال الفاني باش كتعطيني داك المذاق زوين. انا هنا ما غاديش ندير السكر، فقط غادي نكتفي بالحلاوه ديال الفاني وديال الياغورت باش ما يجيونيش هكذا حلوين بزاف. هنا بالنسبه للحليب خاصو يكون شويه دافي باش هكذا الخميره دغيا تفاعل ليا وتخمر لي العجينه ديالي. صافي هنا غادي نضيف كيف ما كتشوفوا معايا هاد الكاس ديال الياغورت، انا درتو بالنكهه ديال الفاني. وكما قلت لكم انا هنا ما درتش السكر. صافي تنخلط كل شيء مزيان. اذا تبعوا معايا المراحل حتى الاخر ان شاء الله، وغادي نكمل معكم التتمه ديال الوصفه. اذا بعد ما ضفت داك 2 معالق ديال الزبده كيف ما كتشوفوا معايا غادي نجمع دابا العجين ديالي. هنا العجينه خصها تكون شويه يعني خفيفه، ما تكونش قاصحه بزاف. حنا كنعرفوا هاد العجينه ديال الفطائر اولا ديال البغيوش كتكون خفيفه. صافي غنخليها دابا تخمر ونتلاقى معكم ان شاء الله. بالنسبه هنا لاكريم باتيسير اللي غنخدموها كلشي تيعرفها. تناخذ هنا كاس ديال الحليب كيف ما شفتوا معايا و3 د المعالق ديال الكريم باتيسير اللي كتكون واجده. صافي تنضيف كذلك واحد 2 معالق ديال السكر وتنضعها فوق النار حتى كتعقد ليا. اذا بعد ما عقدت ليا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوضعها في واحد زليفه وغادي نخليها هكا في الثلاجه شويه تبرد ليا. هذه هي الحشوه ان شاء الله اللي غادي ندير منها يعني حشوات باش غادي نعمر هذا البريوش ديالي. اذا ها نتوما كتشوفوا معايا بعد ما خمرت لي العجينه وتضاعف الحجم ديالها. صافي دابا غادي نحاول نقسمها على 3 ديال الكريات باش غادي نخدم معكم هاد 3 ديال الاشكال ب3 د الحشوات مختلفين. اذا هادو هما الحشوات اللي غادي نخدم بهم. هنا عندي الحشوه ديال الشوكولات وحشوه كذلك درت فيها الفريز، المذاق ديال الفريز، والنكهه الاخرى خليتها بالشكل ديالها الطبيعي. وهادو هما الحشوات اللي غادي نعمر بهم هاد الشكيلات ديالي ديال الفطائر. فتبعوا معايا ان شاء الله الفيديو.
اذا هنا كما كتشوفوا معايا غادي ناخذ السكين ديالي وغادي نبقى نقطعهم بهذا الشكل هكا. فتبعوا معايا هاد الطريقه غادي تعجبكم بزاف وزويونه. ودائما نحاولوا ندهنوا هكا السكين ديالنا بشويه ديال الدقيق باش ما تلصقناش في هذاك الحشوه. اذا هذه هي الطريقه الاولى اللي كتشوفوا معايا. تناخذوا هذا الشكل هكا تنحاولوا نضغطوا هكا في الوسط ديال العجين ديالي باش كنحصل على هذا الشكل. الصراحه تيجي حتى هو الشكل ديالو زويون بزاف. اذا تيبقى هذا الشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني اللي غادي ندير فيه الحشوه ديال الفريز عفوا، اذا هكذا تنقطع دوائر كيف ما كتشوفوا معايا هكا متساويه، وتكون في هذا الحجم الاحسن هكا شويه صغيره ما يكونش دوائر كبار. وتنعمر بهذه الحشوه ديال لا كريم باتيسير اللي درت ليها النكهه ديال الفريز. وتنجمعهم هكذا كما كتشوفوا على شكل الهلال. صافي من بعد كنحاول نقرص الجنيبات ديالهم مزيان وتنحاول نشكلهم بهذه الطريقه هذه على شكل وريضه. وانا دائما تنحاول نضغط على داك الجوانب باش تجمع لي العجينه ديالي وما تخرجليش الحشوه. اذا نتمنى تكون الفكره وصلاتكم بهذه الطريقه. غادي نعاودها معكم بشويه باش تشوفوا كيفاش كندير لها. يعني ضروري ديروا هذه العمليه هذه باش الحشوه ديالكم ما تخرجش على برا فاش كيكونوا تيطيبوا. اذا هو ضروري بهذا يعني هذا الشكل هذا تحاولوا تضغطوا مزيان على العجين ديالكم باش ما تحلكمش وتخرج لكم داك الحشوه. وضروري ديروا هذه الطريقه هذه باش هكذا تضمنوا بان الحشوه كتبقى لكم يعني في وسط العجين ديالكم وما تحلش. ضروري ديروا هذه المساله هذه. اذا ها نتوما كتشوفوا هادو كيجيو واحد الشكل الوريضه كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للحشوه الثالثه هي اللي خليتها يعني ديال لا كريم باتيسير. هذه كتبقى عاوتاني شكل اخر. اذا في هذا الشكل هاد السميطات كما غتشوفوا معايا غادي نقسم كل سميطه على زوج وكنحاول نلويهم بحال شكل ضفيره ومن بعد كندورهم على الجوانب ديالهم. هانتوما غتشوفوا معايا باش تشكلوا شكل الوريضه. فهذا هو الشكل الثالث كيجي حتى هو زوين ومنظور. صافي تنحاول نجمع بهذه الطريقه وتندخيها في الوسط وتندورها بهذا الشكل باش كتعطينا هذه الوريضه هذه. وهادو تنوضعوهم في هاد لي مول هادو ديال لي كيك ولا لي مادلين فتيجيو زويونين. اذا غادي ندخلهم يطيبوا في الفرن. وهانتوما كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. هادو هما الشكيلات اللي درتهم معكم ديال الوريضات تيجيو بواحد الشكل غزال هكا وتيجيو المذاق ديالهم لذيذ بزاف بداك الحشوه اللي درت ليهم. وهكذا كيجيو شكيلات انكم تقدموهم ان شاء الله في مائده رمضان. فنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم وتتبعوا معايا شكيلات اللي انا وجدتهم لكم. ومره اخرى رمضان كريم وكل عام وانتم بالف صحه وسلامه والى اللقاء.